حلقتنا اليوم عن فيلم عودة الابن الضال إنتاج 1976 إخراج يوسف شاهين، والسيناريو ليوسف شاهين وصلاح جاهين، وبمشاركة الجزائري فاروق بلوفة، وهو كاتب سيناريو ومخرج جزائري، وأيضا هو عمل كمساعد مخرج ليوسف شاهين في الفيلم ده. والفيلم إنتاج مصري جزائري. عودة الابن الضال هو شهادة عن عصر جمال عبد الناصر والتجربة الناصرية من وجهة نظر يوسف شاهين وصلاح جاهين، اللي كان معروف عنهم إنهم كانوا معجبين بالتجربة الناصرية وقدموا أعمال مجدت التجربة دي، زي أفلام فجر يوم جديد والناصر صلاح الدين ليوسف شاهين، وأغاني صلاح جاهين اللي تغنت بالتجربة الناصرية. لكن بالرغم من كل ده، إلا إن الفيلم كان فيه نقد عنيف وصادق للتجربة الناصرية. عودة الابن الضال يعتبر فيلم موسيقي. الموسيقى والأغاني بتلعب دور كبير في التعليق على الأحداث وشرح ما يدور داخل الشخصيات، والأغاني عملها 3 ملحنين كبار: بليغ حمدي وكمال الطويل وسيد مكاوي. أحداث الفيلم تدور عام 1970 في قرية اسمها ميت شابورة، وعندنا أسرة المدبولي تمتلك تقريبا كل القرية: أراضي زراعية، مزرعة مواشي وألبان، دار سينما ومعصرة، يعني مسيطرة على كل حاجة. الابن الأكبر طلبة مسيطر على كل شيء، يعامل العمال بقسوة، واكل حقوقهم، مسيطر على كل ثروة العيلة وبيفرض إرادته على الجميع: ابنه، أسرته، العمال عنده. وبنكتشف ان طلبة في الاصل كان ضابط ترك الخدمة للاشراف على اعمال الاسرة التجارية، وبنعرف معلومة انه ضحك على واحد خواجة واشترى منه معصرة بيكسب منها كتير، لكنه ما جددش مسمار واحد فيها. طبعا الكلام ده بيخلينا نفكر في جمال عبد الناصر. وعندنا الأم اللي من بعيد بتحاول تسيطر على كل حاجة وتتحكم في كل حاجة، وجوزها بيشبهها بإنها أشبه بشخص صنع وحش عشان يتحكم فيه، والوحش تمرد عليه زي فرانكنشتاين، ودي علاقتها بطلبة. وجوزها هو شخص ضيع أموال أسرته في اللهو ومشاريع فاشلة. هو شخص طيب لكنه غير قادر على الفعل. وبنعرف ان الاسره عايشه على اموال اسره الام وبنات اختها. واحده اتجوزت طلبه وماتت، وكان طلبه بيعاملها معامله سيئه. والتانيه هي فاطمه اللي بتحب علي اخوه الابن الغائب وتنتظر عودته، وتعاني من حرمان جنسي حولها الى مدمنه لممارسه العاده السريه. وفي نفس الوقت طلبه عاوز يتجوزها واغتصبها، والكل عارف وساكت. احنا امام اسره متعفنه وفاسده تماما. وعندنا علي اخو طلبه غايب عن البيت من 12 سنه، بيوصف انه مثالي وحقاني، والكل ينتظر عودته عشان يجيب لهم حقوقهم من طلبه. وبنكتشف انه في السجن، وهيتم الافراج عنه بعفو بسبب خطاب كتبه لجمال عبد الناصر. وبنشوفه في استعراض مع شباب من الجامعه، نعرف منه انه شخص شبابه ضاع في احلام لم تتحقق، وبيتهم الكورال ان عاوز يسرق زمنه وزمن غيره ويضيعه تاني زي ما ضيع زمنه هو. وبنشوف لحظة خروجه من السجن، وبنسمع كلمات من خطابه لعبد الناصر بيقول انه نفسه يقابله ويتكلم معاه لما يخرج، ويصفه بالقائد والمعلم والأخ الأكبر. لكن لما يخرج بيجد عبد الناصر مات وبيمشي في جنازته، ونشوف لقطات لجنازة جمال عبد الناصر المهيبة. علي لما يرجع مش فاكر اصحابه، مش فاكر فاطمه اللي بتحبه. حطام انسان بيتحول للعبه في يد طلبه، وبيخيب امل كل اللي حواليه. هو شخص اسير لماضيه، بيقرر ان احلامه العظيمه تحطمت، وانه ضحيه خديعه ومؤامرات. وطبعا الكلام ده بيفكرنا بشكل ما بجمال عبد الناصر. واعتقد ان شخصيه طلبه المدبولي وشخصيه علي المدبولي رغم تناقضهم، كل منهم يشكل جانب من التجربة الناصرية. طلبة يمثل القمع والسلطوية، وعلي يمثل الحلم والهزيمة والانكسار. طيب وسط كل التعفن ده مفيش أمل. الأمل في الفيلم بيمثله إبراهيم ابن طلبة،
ولد طيب عنده أحلام عظيمة، عاوز يسيب القرية ويتعلم بره، وتفيدة بنت حسونة اللي بتحبه لكن هي أكثر واقعية وبتقول له إن الأسهل واللي يقدر يعمله عمليا إنه يسافروا سوا يدرسوا في جامعة اسكندرية، وإنها مش هتنتظره زي فاطمة ما بتنتظر علي. إبراهيم زي الآخرين عنده آمال كبيرة ومعتمد على إن علي لو رجع يقدر يساعده على تحقيق أحلامه، لكن لما قابل علي خاب أمله وعرف إن عليه إنه لا ينتظر حل على يد شخص آخر مخلص ينقذه، وإنه عليه الاعتماد على نفسه، وبيقرر إنه يروح يدرس في اسكندرية مع تفيدة ويترك أسرته الملعونة. الأحداث بتتصاعد وتنتهي إن أسرة المدبولي بتدمر نفسها ويقتلوا بعض، ودي النهاية الطبيعية لحالة التعفن اللي وصلت ليها الأسرة دي. وفي نفس الوقت إبراهيم وتفيدة في طريقهم للإسكندرية، والجد بيودعهم وهو مصاب ويقول لهم ما تبصوش وراكم أبدا. نهاية أسرة المدبولي بتتصور مع كلمات من أغنية ماجدة الرومي اللي بتتكلم عن وجوب توديع الماضي وأحلامه كلها والنظر إلى الأمام، وإن على إبراهيم إنه يغادر وما يبصش وراه أبدا زي ما قال الجد، وإنه يبتدي من أول وجديد وينبذ التجربة بتاعة أسرته بما فيها من أحلام وآمال وذكريات، وإننا ما نبقاش أسرى ماضي عايشين فيه. وعشان كده يوسف شاهين اختار النهاية دي، إن الأسرة تقتل نفسها والجيل الجديد يهرب منها ويبتدي من أول وجديد، ودي كانت وجهة نظره اللي بيطرحها في الفيلم عن التجربة الناصرية. مهما كان رأينا فيها إيه، لا يجب أن نقع أسرى ليها ونتحبس فيها، لازم نبص للأمام ونتحرك. ودي الرسالة اللي عملها في فيلم عودة الابن الضال إنتاج 1976 بعد 6 سنوات من وفاة جمال عبد الناصر. السؤال الآن، هل تحركنا للأمام أم لا نزال أسرى الماضي؟ وعلى الرغم من أن عودة الابن الضال موضوعه الأساسي هو نقد التجربة الناصرية، لكن الفيلم وجه في بعض المشاهد نقد للعهد التالي، المشاهد اللي انتقد فيها التوجه ناحية الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. والفيلم موسيقي والأغاني بتلعب دور كبير في التعبير عن الأحداث، وهنلاحظ في استعراض علي مع الطلبة جزء بيتقال فيه عايز تسرق من دلوقتي تاخد زمنك وزمن غيرك وتبعزقه زي ما بعزقته. الجزء ده بيتكرر في أكتر من مشهد في الفيلم. لما علي بنشوفه في المعصرة تحت سيطرة طلبة قاعد على مكتب، ولما بنشوفه بيتذكر ماضيه وهو بيكلم فاطمة، ومرة أخرى بنشوفه وهو بيتذكر ماضيه وهو بيتكلم مع إبراهيم. الاستخدام المتكرر ده في تأكيد على إن علي شخص مش قادر وعاجز عن تجاوز ماضيه والنظر إلى الأمام وتجاوز فشله. ودي من أهم الرسائل اللي في الفيلم عن التجربة الناصرية التي ينبغي تجاوزها، وإننا ما نبقاش أسرى ليها. وعندنا أغنية مفترق الطريق، الجزء اللي بيتكلم فيه عن توديع الماضي وأحلامه والنظر إلى الأمام هنلاقيه بيستخدم في مشهد المجزرة بشكل رائع. يوسف شاهين كان دايما بيحب الأفلام الموسيقية، وكان نفسه يعمل فيلم موسيقي، وعمله في عودة الابن الضال. فيلم الأغاني بتلعب دور كبير في التعبير عن الأحداث وما يدور داخل الشخصيات. وفي وسط المشاهد دي عندنا لقطة علي وهو بيجري راجع بيته، وفي الخلفية قرص الشمس لحظة الغروب. اللقطة دي كانت بتعبير عن هزيمة علي وانكساره. يوسف شاهين بيعبر بصريا حلو قوي في الفيلم ده، واللقطة دي بالذات رائعة وأصبحت من أشهر اللقطات في تاريخ السينما المصرية، وبتبان فيها عظمة مدير التصوير عبد العزيز فهمي. عودة الابن الضال هو فيلم سياسي بيتعرض لتجربة سياسية من خلال أسرة مصابة بالتعفن، وده بيفكرني بأفلام المخرج الإيطالي الكبير لوكينو فيسكونتي اللي عمل أفلام بتدور في أجواء قريبة من ده، بتتعرض لتجربة سياسية من خلال أسرة أصابها التعفن، زي فيلمه الشهير الملاعين. هل كان في تأثر من يوسف شاهين بفيسكونتي؟ يجوز. أول لقطة في الفيلم بنشوف علي الشريف بيعمل مكياج لمهرج، وبعد ما يخلص المكياج بيبكي. ده بيدينا توقع إننا هنشوف مأساة. وبعد كده بيطلع المهرج ده في مشاهد كتير متنوعة بيتعلق على ما يحدث فيها، ومشاهد أخرى
بنشوفه مثلا بيظهر كراعي بقر بيفرق الناس بعد استعراض الشارع لنا، وفي مرة بيظهر كخواجة في مشهد استيراد المكنة اللي بتتصور كتقرير إخباري. وفي مشهد رغبة فاطمة في ممارسة الجنس عنوة مع علي، وبنشوفه في نهاية الفيلم مع رحيل علي وتفيدة في السيارة. أظن ومش متأكد إن يوسف شاهين كان عاوز يعمل فيلم فيه روح القصة الشعبية، فقرر استخدام راوي معلق على الأحداث. سيناريو يوسف شاهين وصلاح جاهين كان كويس، رغم إن عنده شخصيات كتير وعلاقات كتير ومتشابكة. يعني فاطمة وطلبة وعلي والأم، لما نشوف العلاقات بين الشخصيات دي هنجدها شديدة التعقيد. قصة حب إبراهيم وتفيدة وخلافاتهم حول موضوع السفر، وتداخل ده مع ما يحدث داخل أسرة المدبولي وأسرة تفيدة مثلا وعلاقتها بأسرة المدبولي. الشخصيات مرسومة صح. الأم اللي بتحاول تحرك كل الناس كقطع شطرنج عشان تحافظ على الثروة، وطلبة شخصية مركبة جدا بنظرته لحياته ولأسرته، وعلي الأمل اللي الكل منتظره ونجده في النهاية مهزوم وأسير لماضيه، وتفيدة البنت القوية اللي بتحب إبراهيم وبتقف جنبه وفي نفس الوقت مش هتضيع وقتها في انتظاره، وشخصية فاطمة والمأساة بتاعتها. بناء السيناريو وازاي الاحداث تتصاعد حتى تصل للذروه بيتم بشكل منطقي جدا. وبالنسبه للاخراج، الفيلم اتعمل في الفتره اللي يوسف شاهين فيها كان في قمه مستواه. حركة ممثلين وكاميرا سرية جدا، استغلال للمكان سواء بيت الأسرة أو في القرية أو في الصحراء اللي جنب القرية كان هايل، تكوينات مظبوطة ومبهرة ومعبرة للغاية، وعمل مشاهد نهاية ملحمية بعد تصاعد أحداث مرسوم بعناية. مفيش مشهد معين أقدر أقف قدامه، كلها مشاهد مرسومة صح من ناحية التكوين لحركة الممثلين والكاميرا. هنضرب مثل بمشهد مواجهة طلبة ومرات حسونة وبنته، وبنشوف تراخي علي وصفاقة طلبة وموقف إبراهيم، ونشوف تناغم بين التكوين والمونتاج وتوظيف الموسيقى. والتصوير لعبد العزيز فهمي كالعادة كان رائع، ألوان وإضاءات محدش يعرف يعملها غيره، ودايما هنقف أمام الصورة في هذا الفيلم. العنصر المميز قوي كان المونتاج لرشيدة عبد السلام. كان عندنا مشاهد فيها استعراض وفيها حركة كتير، ومشاهد فيها مزج بين الحاضر والذكريات، كان تنفيذها هايل. ومشاهد النهاية وتصاعد الإيقاع لا يمكن كان هيبقى بالجودة دي دون مونتيرة قديرة زي رشيدة عبد السلام. والموسيقى التصويرية الرائعة كانت لأبو زيد حسن، وكان معانا هندسة صوت مميزة لنصري عبد النور، عمل التراك صوت هايل. الدمج بين الموسيقى والحوار في مشاهد الفلاش باك بتاعة علي كان رائع، ومشاهد النهاية والمجزرة تراك الصوت فيها كان هايل جدا. بالنسبة لأداء الممثلين، محمود المليجي كالعادة كان غير عادي، حضور غير طبيعي، أداء فيه معلمة وخبرة كبيرة. مشهده لما يقابل ابنه لأول مرة بعد غياب، ونظرته في النهاية لحفيده وهو بيغادر المكان كانت معبرة جدا. هدى سلطان ممثلة كبيرة قوي في دور الأم، وكانت في الفيلم ده وصلت لخبرة عالية. هدى سلطان كانت مرعبة. شكري سرحان كان في شخصية طلبة رائع، أداء عالي بيبين موهبة وخبرة كبيرة. مشهد مواجهته مع أمه في النهاية ومشهده وهو بيحبس ابنه عشان ما يسافرش، وله مشهد هايل جدا مع سهير المرشدي اللي كانت ممتازة في الفيلم ده وفي دور من أهم أدوارها في السينما. وعندنا أدوار مميزة لرجاء حسين وسيد علي كويرات، وأداء مميز لهشام سليم ومجد الرومي. أما أحمد محرز فكان نقطة الضعف الوحيدة في الفيلم. عودة الابن الضال فيلم موسيقي ملحمي قدم فيه يوسف شاهين شهادته على التجربة الناصرية مع صلاح جاهين في سيناريو رائع. كمان الفيلم بصريا مبهر جدا بفضل صورة عبد العزيز فهمي مع المونتاج المتمكن لرشيدة عبد السلام. والفيلم بيعتبر من الأفلام القليلة أو الوحيد اللي قدمت وجهة نظر سياسية بالشكل الملحمي ده وكمان في شكل موسيقي، وده اللي خلى عودة الابن الضال له مكانة مميزة في السينما المصرية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.